بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عن فيديو جديد في مدونة التعليم المجاني. بطبيعة الحال بإمكانكم متابعتنا عبر المدونة www.protection.com. اليوم عن الشرح الذي وعدتكم به مساء أمس عن موقع تسو، يعني نظرا لكثرة الطلبات وكثرة الأسئلة التي تأتي حول الموقع وحول يعني كيفية الربح وماهية الموقع وما هو شكله. أولا، الموقع لماذا يعطيك أرباح؟ الموقع كما تلاحظ هنا في الجانب تظهر إعلانات كما تلاحظ، هذه هي الموقع يربح منها أموال. هذه الأموال التي يربحها الموقع وبكل بساطة يقوم بمشاركتها مع يعني الموجودين في الموقع، مع كل من يتفاعل مع الموقع بشكل جيد. يجب أول شيء نشرح مثلا يعني الأساسيات في الموقع. هنا كما تلاحظون الفيد، وهو يعني كما تقول الصفحة الرئيسية التي تجد فيها كل شيء، وهنا النوتيفيكيشن أو الإشعارات كما في الفيسبوك، وستجد فيها كل شيء. ستجد فيها يعني اللايكات، الرسائل، التعليقات، كل شيء موجود ستجده هنا الرسائل messages. الرسائل ستجدها هنا، تنقر عليها نقرة واحدة. كل من بعث لك رسالة ستجد رسالته هنا كما تلاحظ. هذه الليستة الخاصة بالرسائل، بإمكانك الرد، وبإمكانك الرد من هنا وإضافة أي شيء add picture من هنا ثم send. نأتي إلى البنك. هذا هو البنك، ننقر عليه. هذا هو مجموع الأرباح الخاصة بي، وهو $1.62. يسترداي البارحة، أرباح البارحة كانت $0.12 كما تلاحظ. إذا أردت إرسال أموالك يجب أن تنقر هنا كما تلاحظ، ولكن عندما تصل إلى $100. لماذا $100؟ لأن للأسف الطريقة الوحيدة للدفع عبر موقع تسو هي الشيك. لا يوفر باي بال أو بايزا أو أي بنك يوفر الشيك، يرسل لك شيك إلى العنوان الذي ستحدده عندما تصل إلى $100. مشكلة تأخر الأرباح. لماذا تتأخر الأرباح؟ سنشرحها الآن. كما تلاحظون أنا انضممت إلى الموقع في 11/14/2014. اليوم الأول 0، اليوم الثاني 0، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، حتى اليوم العاشر 0. اليوم 11 كما تلاحظون 0.1، اليوم 12 0.1، حتى اليوم الثالث 0.6 0.4. يعني الأرباح تبدأ تظهر، لن تظهر لك مع اليوم الأول أو الثاني أو في الأسبوع الأول، ستأخذ وقت إلى أن تبدأ تظهر الأرباح. هناك من الأيام من أتفاعل فيها جيدا وأكون في الموقع أربح حتى 0.12 0.18. وهناك وبكل صدق وبكل صراحة، ويعني ليست عندي مصلحة في أن أكذب أو أقول، هناك من يربح حتى فوق 5 إلى 10 دولارات يوميا من الموقع، ولكن لديه آلاف المتابعين، ولديه يعني لديه يعمل جيدا ويعمل بشكل كبير في الموقع. أنا بالنسبة لي يعني ليس عندي وقت لكي أعمل في الموقع وأنشر وأشارك هذا هي المشكلة، لأني ليس عندي وقت للموقع. ولكن أشرح لكل من لديه نية صادقة ولديه يعني باستطاعته أن يجلب أصدقائه ويدعو الأصدقاء ويعني يجعل بروفيله حركيا بشكل كبير، بإمكانه الربح أموال كثيرة من هذا الموقع بإذن الله. إذن هذا هو البنك. عندما تصل $100 بإمكانك طلب السحب من هنا كما تلاحظ. نأتي إلى الأناليستيك من هنا، أو يعني التحليلات باللغة العربية أو الإحصائيات أو شيء من هذا القبيل. هنا عدد الأصدقاء، هنا عدد الفولورز أو المتابعين، هنا عدد البوستس التي تمت مشاهدتها الخاصة بي، هنا اللايكات، هنا يعني الكومنت أو التعليقات. وبإمكانك أن تجد إحصائية مفصلة التحت عن هذه الأشياء. هنا فاميلي تري أو شجرة العائلة كما يعني يقال لها. هنا الفريند الأصدقاء، هنا نيو تشيلدرن يعني الأصدقاء الجدد، هنا تشيلدرن ومجموعة يعني تشيلدرن كل الأشخاص الذين تسجلوا عن طريقي. هنا النتورك أو الشبكات، هنا الفولورز المتابعين، وهذه تشكيلة بكل هؤلاء. ديسكوفر يوزر يعني اكتشاف يعني أو دعوة الأصدقاء، ننقر عليها ديسكوفر يوزر، ليست دعوة الأصدقاء ولكن اكتشاف أصدقاء آخرين أو دعوة أصدقاء أو شيء من هذا القبيل. هنا يعني اتفاقية الموقع والشروط والكونديشن الخاصة بالموقع. هنا بإمكانك أن تأتي هذه الصفحة وتقرأ كل شيء ستجده. للأسف الموقع ليس بعد يدعم اللغة العربية، كونه أنني لم يمضي يعني حتى شهور على خروج الموقع، فقط يدعم اللغة الإنجليزية.
إذا ننتظر إلى أن يدعم اللغة العربية. advertise in to، هنا الإعلان في to لكي تصبح أنت معلن، تدفع لهم أموال، هذا إذا أردت ذلك. الآن نذهب ونشرح البروفايل الخاصة بك أو الصفحة الرئيسية. الصفحة الرئيسية مثلا إذا أردت نشر أي شيء ما عليك إلا أن تأتي مثل فيسبوك، تقريبا مثل فيسبوك، add picture، وتبحث عن picture أو أي شيء تريد أن تضيفه من هنا، تكتب تكست أو تكتب أي شيء، تختار الصورة التي تريد إضافتها ثم تنقر على، وبإمكانك أيضا أن تنشرها في التويتر، وبإمكانك أيضا أن تنشرها في الفيسبوك إذا أردت ذلك، ثم تنقر على post كما تلاحظ post، ويتم نشر الصورة على موقع تو. كيف سأربح من هذه الصورة؟ كلما كانت عدد المشاركات أكثر لهذه الصورة، عدد اللايكات أكثر، عدد الكومنتات. ولكن ما هو المفيد؟ المفيد هو المشاركة. لماذا المفيد هو المشاركة؟ أنا لا أخفيكم سرا، المشاركة هي أهم شيء. إذا لم تكن روابطك يتم مشاركتها يعني ستستفيد، ولكن لن تستفيد بالكيفية اللازمة. لمن تكون هناك مشاركات أكثر يعني ستكون مشاهدات أكثر لذلك البوست، وبالتالي ستكون مشاهدات الإعلان المصاحبة له أكثر، وبالتالي أرباح أكثر على ذلك البوست. هذا هو يعني الجيد في المشاركة، يعني هذا هو الجيد. طبعا الحال بإمكانك إضافة فيديوهات من اليوتيوب خاصة بك أو لم تكن خاصة بك، المهم أنها لا تنتهك حقوق الملكية، لا ترفع محتوى ينتهك حقوق الملكية، محتوى ذات إيحاءات إباحية أو شيء من هذا القبيل، محتويات يعني حاول أن تنتقي محتوياتك جيدا عند نشرها على الموقع حتى لا يتم حظر حسابك، أو عند طلب الدفع يقومون بمراجعة ما كنت تفعله ثم يذهب كل شيء هباء منثورا. هذا لا نريده لأي أحد ولا نتمناه لأي أحد. يعني قم بنشر صور تأخذها من مواقع، هذا قم بكتابة أشياء، المهم أن تتفاعل بشكل جيد. أهم شيء آخر أن تدعو أصدقائك. كيف سأدعو أصدقائي؟ تأتي إلى البروفايل الخاص بك، الصفحة الخاصة بك، هذه هي، تنقر عليها، هذه تدخل إلى البروفايل، هذا هو، ثم تقوم بأخذ هذا الرابط، تأخذه كوبي هكذا كما تلاحظ كوبي، ثم تذهب وترسله إلى أصدقائك. عند الدخول إليه كما سوف تلاحظ، لمن لا يعرف طريقة التسجيل ستجدون رابط أسفل هذا الفيديو للفيديو السابق الأول، والذي شرحنا فيه كيفية التسجيل في الموقع وكيفية يعني عمل حساب وربطه بالتويتر واللينكودين وجميع المواقع الاجتماعية الأخرى في حالة ما إذا أردت ذلك. أقول لك عندما تقوم بإرسال الرابط إلى أصدقائك، يعني واحد ننتظر قليلا فقط. إذا عندما سترسل الرابط إلى أصدقائك سيظهر عندهم في هذا الشكل كما تلاحظ. أنا الآن قمت بإرسال رابطي، هذا هو رابطي، قمت بإرساله إلى شخص ما، سيظهر عنده في هذا الشكل. سيسجل اسمه الأول هنا، لاست نيم، يوزر نيم، إيميل، هل هو ذكر منتهى، تاريخ الازدياد، الباسورد، ثم سين اب ان كومبليت بروفايل، ثم يسجل ويقوم بإكمال بروفايل. هذه هي الطريقة. إذا كما قلت لك، إذا أردت أن تجلب أصدقاء متابعين لك تقوم بنسخ رابط البروفايل الخاص بك هذا، أو تقوم بإرسال فقط هذا الاسم. ولكن هذه طريقة يعني نوعا ما ستكون معقدة، لن يفهمها بعض الأشخاص. الأفضل أرسل البروفايل الخاص بك، هذا هو، قم بنسخه وإرساله إلى أصدقائك، سيتسجلون عن طريقك. ولا يكفي أن يتسجلوا، يعني يجب أن يتسجلوا ويكونوا أشخاص متفاعلين على الموقع، وهكذا حتى تكون عندك نيتورك قوية. فالموقع على شكل هرم، يعني تأتي وتنزل 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 إلى أسفل، الكل يربح. أرباحك لست أنت فقط من يعني مثلا إذا أنا كانت أرباح هذه $1، أنا لست عندي $1، عندي و62 عندي $1 يعني أكثر من 61 سنت. ولكن الأرباح في هذا الشكل النظام الهرمي يتم تقسيمها حتى على أصدقائك، حتى على الذين تسجلوا عن طريق رابطك، وحتى على الذين تفاعلوا معك. يعني يتم تقسيمها بشكل يعني لمن سبق له معرفة المواقع التي تعمل بهذا النظام الهرمي سيكون عنده فكرة كبيرة عن ما أقوله الآن. إذا أظن أن أغلب الأشياء أصبحت واضحة، وأتمنى أن يكون كل شيء واضح. هنا كما تلاحظ مثل فيسبوك، هنا يعني النوتيفيكيشن أو الإشعارات، هنا تجد اللايك والشير وكل هذه الأشياء.
وهنا الريكوست فريند أو طلبات الصداقة بإمكانك عمل accept أو إلغاء طلب الصداقة، تعمل له accept وتقوم بقبوله. وطبيعة الحال بإمكانك عمل لايك لأي شخص، يعني كل ما كنت متفائل يعني. ونقطة أخيرة جد جد مهمة، يعني لا تسمع أنه شير وتقعد كل يوم تعمل 100 شير يعني بشكل محدد، يعني لا تتجاوز 10 كل يوم تقريبا. بالنسبة للبوست لا تقوم بعمل أكثر من يعني من 20 مثلا يعني بوست في اليوم. تقريبا اللايكات يعني غير محدودة، بإمكانك عمل لايكات كما تشاء. طلبات الصداقة لا يمكن أن تتجاوز في اليوم 50 طلب صداقة. عدد الأصدقاء المسموح لهم في الموقع هم 5000 صديق. المتابعون غير محدودون بشكل غير محدود. وهذه أظن أنه كل شيء. وستقرأ في اتفاقية وشروط كونديسيون خاصة بالموقع، ستجد كل شيء موضح. إذن هذه هي طريقة عمل الموقع. الموقع جد جد بسيط وغير معقد ولا يحتاج إلى أي شيء، هو أبسط من البساطة وأبسط من الفيسبوك. وأعتذر لكم كثيرا عن عدم تفاعلي، وسأحاول دائما أن أكون في الموقع وأجيب عن أسئلتكم على قدر الاستطاعة. وأتمنى خالصا أن تستفيدوا من الموقع وأن تجنوا منه بعض الدولارات لكي تستفيدوا منها فيما بعد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.